صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده ان شاء الله تاني يوم في بيت بابا. وهنعمل ايه يا ام يوسف؟ الفطير المشلتت ان شاء الله. الصعيد بقى مش الفلاح. اه، صباح الخير عليكم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ حطينا الملح هنا، حطينا ملح وقلبناه كويس كويس، ودلوقتي هتحط الميه. بس ميه وملح ولا حاجه تانية، وهنعجن. هاتي كده هكبلك انا، اجيب لك ميه تاني. لما نعجن ده الاول نشوف. حاساكي محتاجنا ميه. هتحتاجي على فكره. نحتاج طب ميه. انا هوقف تصوير واجيب لها ميه ونرجع يا جماعه. رجعنا لكم بعد ما خلصنا عجين اهو. ما شاء الله جميل، الله اكبر. دي بالبلدي بتاعنا يعني، ولا فينو ولا غله ولا الكلام ده كله. لما بنعمله بالموجود يا جماعة، ما بالموجود. بنجيبش حاجة مخصوص. يعني كنا موجود زمان بقى. عندنا في البيت فينو بنعمل بفينو، لا موجود دي عادي بنشتغل بالعادي. بس الفينو لوحده بيبقى شديد، فكل ما تفرديه بيرجع يلم بيرجع معاكي تاني. تاني. لو عندك فينو عايزة تعملي فينو تخلطيه فينو بلدي، انما فينو صافي هيبقى صعب معاكي في الفرد. كل ما هتفردي هتلاقيه رجع ولم معاكي تاني. خلطيه فينو بلدي هيرتاح معاكي. كنا زمان نعمله بقى بالغلة والفينو غلة، ايام بابا ربنا يديه الصحة. امين يا رب. لما كان صغير بقى صح وبيزرع يا رب. لنا الارض بتاعتنا. خير خير يا جماعة، اللي طبعا عنده أرض في الارض بيت. اللي حاجة عنده حلوة أرض بجد. خير يا جماعة. كان قمح وذرة وسمسم طول السنة. قمح وذرة وسمسم وبدنجان غير النخل بتاعنا بتاع البلح، كله ده كان كتير، كان البيت مليان خير بصراحة. ربنا يديهم الصحة. امين يا رب. بس السن طبعا وحكمه مبقاش قادر يزرع تاني، كتر خيره طبعا. دعواتكم ليه بالشفاء. امين يا رب. اهو يا جماعة قطعناه، بنقطعه كله كده وبعد كده بنسيبه يرتاح دقيقة ونفرده كله ونجهزه، وبعدين نولع الفرن ونرص على طول. ودي يا جماعة أول فطيرة يفردوها، أم علي هي اللي بتنشف، أم يوسف عجنت قطعناه وسبناه يرتاح. وأنا بصور. هي بتصور، هي بتكتفي بالتصوير. هوريكم ازاي بيعملوا. ازاي؟ بصوا فاردينها ازاي يا جماعة، شايفين؟ عاملينها كده من كل النواحي. أنا فاتحة لكم الزيت على فكرة. احنا بنعملها بزيت ولا سمنة ولا اي حاجة عشان تكون اه، خفيفة. وفي الآخر هيعملوا لي واحدة بسكر هوريها لكم، أو مش هيعملوا يعني الله أعلم. على حسب. بصوا بيتلفوا الأطراف وبيحطوها كده. هو اتنين بيعملوه يا جماعة عشان يساعدوا بعض وكده. بس وبعد ما كل عملوا الأطراف كلها كل الاطراف بقت في الزيت كلها. بيلفوا بالمنظر ده. نبدأ نفردها تاني وهي بتلف هي الناحية التانية. النحلة بتلف من الناحية التانية. بننفض طبعا دي الفطير الزيادة ده. الفلاحي طبعا بيتطبق تطبيق، ما بيتلفش ما كده. بيتلفش، ده الصعيدي يا جماعة، بتاع الصعيدة. يعني احنا هنا في الصعيد بنعمله كده. يا جماعة قولوا لي لو عجبتكم الفيديو، فيديوهات من بيتنا وبيت بابا وكده، اصور لكم فيديوهات كتير ان شاء الله. يعني كل ما يبقى فيه لمة حلوة زي كده اصور لكم ان شاء الله. قولوا لي في التعليقات بس. بصوا كده بنلف كده اهو. يا جماله. قرب الكاميرا عشان يشوفوا كده. حاضر. شوفوا كده هي اتلفت اهو كده اتلفت. شايفين ازاي؟ شبه العنة اهي، شبه العنة الصعيدي برضه.
لسه هنفردها تاني ان شاء الله عند الفرن. بس قبل ما نحطها في الفرن بقى كده هنسيبها تستريح وهنكمل بعدين. ادي يا جماعه الفطير كله اهو، بعد ما نشرناه وخلصناه كله كده. بس اختي الكبيره هتاخده وتطلع بيه فوق السطوح على الفرن. الفرن بتاعت اختي زي اليوم الجمعة كده بالصلاة على النبي يا حبايبنا كده. عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. بس وانا هبقى احصلها واصور لكم فوق ان شاء الله. ادي يا جماعه في الفرن اهو. بس معلش بقى الشمس جات علينا، يمكن الصورة ما تكونش واضحة. عشان احنا فوق السطوح حاليا. على السطوح واتأخرنا والشمس جات. قمنا فطرنا بقى. اللي طلع يا جماعه ده اللي استوى وطلع، بسم الله ما شاء الله عليه. ما شاء الله. وهبقى افتحه لكم واوريه لكم من جوه ان شاء الله. تبارك الله. ادي يا جماعه الفطير بعد ما نزلناه، دي راس بيضه من نفس العجينه. شايفين الصغنن ده بتاعي، بحب انا كل حاجه ايه صغيره. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. لا مش نهايه الفيديو لسه، في ايه تاني؟ هعمل معاكم الكرنب بتاع ماما كمان، هجهزه لها، هنجهزه سوا مع بعض ان شاء الله. كملوا معانا الفيديو. بالشتا نزل بقى، كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبه يا ام يوسف يا رب. دلوقتي بقى يا جماعه بعد ما اتغدينا وريحنا شويه هنجهز الكرنبه. انا حاطه شويه ورق كده على الارض، الورق ده مش هنستخدمه طبعا والارض نظيفه في كل الاحوال، بس برضو وهسند الكرنبه كده وهبتدي افرع منها الورق على الطريقه اللي ماما علمتها لي. دي بقى اول كرنبه. بصوا انا بعمل السكينه كده، خلوا بالكم على ايديكم ماشي، واسحبها كده تمام لحد ما افرعها كلها. دي اول كرنبه هخلصها وهعمل التانية كمان. وحاطه الميه على النار تسخن. الحله يا جماعه اللي بنسلق فيها حطينا فيها الملح، وانا عن نفسي بحب احط كمون، حبوب كمون مع الكرنب ومع القرنبيط، لكن هنا مش بيحبوا فمش هعمل ده. تمام، هكتفي بالملح بس. ننزل بالكرنب وهنسيبه دقيقتين 3 وهنرفعه. بجهز الكرنب يا جماعه ويا رب تعجب ماما. ام علي واقفه بتسلق وجوري بتوضب، وانا اللي بصور النهارده. انا ماسكه التصوير المره دي. لا كرنبه بصراحه بسم الله ما شاء الله عليها، جميله، ورقها جميل. حلو. ورقها جميل وطازه. في ورق ابيض اهو، بس بصراحه هي عشان بلدي. دايما الكرنبه البلدي بيكون الاخضر بتاعها اكتر من الابيض، وانا عن نفسي بحب الاخضر، بيبقى مسكر. ورق الاخضر مسكر، انا بحب الاخضر اكتر من الابيض. غير الكرنب التاني احنا عليه هنا في الصعيد بنقول الكرنب الفرنساوي، بتبقى ورقته جامده وبيبقى كله ابيض، ما بيبقاش فيه اخضر، بتبقى الورقه كلها الكرنبه كلها بيضه من فوق لتحت، بتبقى جديده كده، ورقتها جامده وجديده. بس طبعا البلدي يا جماعه احلى طبعا طبعا، اي حاجه بلدي جميله، اي حاجه بلدي جميله، البلدي يوكل. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو اكتبولي في التعليقات، ولو حابين اصور لكم تاني من بيت بابا برضو اكتبولي في التعليقات. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة، ويا رب الفيديوهات تكون عجبتكم. سلام.